واحد اتنين. What are you doing here? You. How are you? Fine, how are you? Where you are going? No, Or you are my waiting brother, for- He went. He just left. That's Yeah. why you want to cry, not because you saw me. Yes. I texted you in Instagram. It was really funny. We were standing out of door. So there was a guy, he was from Egypt. He came to me, we talked, and I told them that, yeah, I was living in Herodes. And I said, oh, you know, there is a blogger in Herodes. He's living there. He's doctor. I said, safe. Yeah, I'm And- big fan of him. And then you say he's a bitch. I told him that he's my friend, and he was like, "Oh, really? Can I see him, please, please?" I said, okay, if he came, Bruno, I So will let's let take you a know. selfie and send it to him. Yes, perfect. What's his name? We took to the vlog. I don't know his name. She forgot his name. Abdullah. Or Ahmed. something. حبيبي عبد الله او احمد اللي عايشين في don't know. بيرنو. Let's send him a selfie. So I guess see you because I'm super late now See for the flight. As so always. sorry. ما اجمل الصدف ان الواحد وهو في المطار يقابل زمايله القدام. سو حبيبي واصحابي اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده. النهارده المغامره باديه بوجه زي ما تقولوا كده نايم على نفسه، ان دلوقتي الساعه 5 الفجر والمفروض ان انا طالع دلوقتي على رحله زي ما تقولوا كده لاست مينت، لسه حاجزها من حوالي 5-6 ساعات، لان الغربه زي ما انتم عارفين بتخلي الاهل صعب جدا ان هم يتقابلوا. ولكن امبارح جيت اكلم ابويا بالصدفه، هم يعني بيعملوا زي ما تقولوا كده رحله صيفيه في اوروبا، فلقيتهم موجودين في مكان اقدر بسهوله اخد طياره دايركت واوصل لهم، لان مطار براغ يعتبر مطار الى حد ما صغير، فصعب ان انتوا تلاقوا زي ما تقولوا كده دايركت فلايت لاماكن كتيره في اوروبا. معرفش ليه مش مفتحين الاوبشن ومخلين يعني سهوله التنقل في اوروبا، يعني زي مطار فيينا مثلا، لان كتير بضطر ان انا اروح فيينا ومن فيينا اخد طياره. ولكن الحمد لله لقينا طياره رايحه دايركت للمكان اللي اهلي موجودين فيه، وهو خلينا اوريهم لكم على الخريطه اللي هي تعتبر صغيره. احنا كده واقفين على مصر، احنا دلوقتي هنا حوالي في النص كده مثلا، وهنروح هنا وهي مدينة ملقا في اسبانيا. طبعا الناس اللي بتتفرج على الفلوج من زمان عارفه ان انا ليا تاريخ في اسبانيا، واول 8 سنين من عمري تقريبا عشتهم في اسبانيا، فزي ما تقولوا كده هنرجع نعمل ريونيون بسيط خفيف في اسبانيا، في الدولة اللي زي ما تقولوا كده اتربينا ونشأنا فيها. مش هطول عليكم لان انا متأخر اصلا، دلوقتي الساعة 5:15 والمفروض ان خلاص البوردنج في خلال ربع ساعة. خش على طول على التشيك ان، ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ المغامرة. وبغض النظر ان ده يعني زي ما تقولوا كده مطار صغير، ولكن مطار راقي. يعني بصوا مطار يعني زي ما تقولوا كده كوزي، وفي العادي بيبقى مطار فاضي جدا، ولكن بما اننا دلوقتي في سيزن السياحة فهتلاقوا الدنيا مزدحمة اكتر شوية عن العادي. فاول خطوة طبعا ان احنا نيجي على البوابات الالكترونية دي، نحط البوردنج باس، وبكل سهولة زي ما انتم شايفين كده على طول سموث تخشوا على طول في اللاين اللي هو من بعده بقى هيشيكوا على الشنط ويشوفوا لو انا معايا برفيوم، ولو معايا برفيوم يرموها في الزباله لو هي اكتر من 100 مللي. القصص اللي الناس بتاعت السفر حافظاها. يعني بصوا الناس بتقف هنا، اللي معاه مثلا ازازه ميه هو مضطر ان هو يرميها، اللي معاه برفيوم خلاص بيودعها او بيخش يجازف وهم بياخدوها منه يعني ويرموها. خلينا دلوقتي لان حته السكيورتي بيبقى عاده التصوير فيها سنسيتيف، فنشيل الكاميرا ونكمل الناحيه الثانيه ونطلع اللابتوب كالعاده. Yes. Any liquid? No liquids, yeah? Just this one less than 100 milliliters. يلا سلام. وطالما جيتولي يبقى الدنيا عدت تمام. بصوا المكن الجديد هنا بيبقى فيه ناحيتين، فبيبقى فيه الناحيه اللي هي السليمه اللي هو لو الحاجه بتاعتكم جت فيها معناها ان انتوا تمام، ولما بيشوفوا هنا على الشاشه ان في حاجه غريبه في الشنطه شاكين فيها او عايزين يشيكوها، بتروح داخله في اللاين الثاني اللي هو عليه الاكس اللي انتوا شايفينه ده، او لا ملوش علاقه بالاكس بس بيخش الناحيه الثانيه وبيجي لهم هنا بيشيكوا عليه. وفي المكن اللي هم بيحطوا فيه ورق كده يعرفوا ان لو في متفجرات يعني في الشنطه، ولو ما فيش خلاص بيودعوكم تمام يقولوا لكم كملوا. ولكن لو في بقى حاجات شاكين فيها يقعدوا يعملوا الاكس ريز بتاعتهم والحاجات دي،
او بييجوا يدخلوكم الغرفه دي ويشيكوكم بقى من تحت لفوق. وبكده نكون عدينا تاني خطوه بسلام وامان. كده ما فاضلش غير ان احنا نروح الجيت، نشوف الجيت بتاعنا فين. والجيت بتاعي C8 او حاجه كده. من هناك بقى نحاول ان احنا نجيب لنا سناك سريع ناكله، لان ما اعرفش الطيارات الصغيره في اوروبا دي اللي هي بتبقى زي راين اير، يورو وينجز والحاجات دي، يعني ما بحبش اعتمد على الاكل عندهم، لان كتير منهم بيبقى لازم ان انتوا تشتروا اكل على الطياره، ما بيجيش يعني زي ما تقولوا كومبليمنتري. فاحنا دلوقتي هنخش نجيب لنا سناك سريعه، ومن بعدها بقى نركب الطياره سالمين امنين، وان شاء الله تبقى رحله سريعه، لان انا غالبا هنام الرحله كلها بما اني تعبان وما نمتش كويس، فان شاء الله تعدي سريعا يعني. احلى حاجه في مطار براغ ان هو في تقدم وازدهار، يعني زي ما تقولوا كده دائم. كل ما اجي يبقى محلات جديده، طرق جديده، شوارع جديده في جوه المطار يعني، وطرق مواصلات جديده. هنا مثلا اهو شايفين في كراسي المساج اللي هناك، كوستا كوفي ما كانش موجود بقى موجود. فده يعني زي ما تقولوا كده مؤشر جميل ان السياحه شغاله تمام في براغ. والصراحه مش محتاجه ان انا يعني اشوف الموضوع ده عشان احس ان السياحه بتتحسن، لان الواحد مجرد بيمشي حوالين براغ بيشوف كميه جنسيات من كل حته، يعني في منطقه صغيره ولكن تشوفوا جنسيات بقى. يعني ممكن احنا عندنا في بلادنا بتبقى الجنسيات دي منتشره شويه، يعني مثلا الاسبان معروف ان هم بيزوروا اكتر الاقصر واسوان، ممكن الروس معروفين بيروحوا شرم الشيخ، فما بتحسوش قوي بالتنوع في مكان واحد. في براغ بما ان كل حد بيبقى في منطقه واحده في اللي هي الاولد تاون او تشارلز بريدج، فبتحسوا قوي بالتنوع، يعني زي مثلا لو رحتوا الاهرامات عندنا هتحسوا بنفس الاحساس. بما ان معظم السياح اللي بيجوا تشيك بيبقوا معظمهم يعني انجليز وايرلنديين والمان، بيكونوا جايين يعني زي ما تقولوا كده يحفلوا او يشربوا يعني ويعملوا دوشه، فبيشرحوا لهم هنا في المطار الكوايت اورز او الساعات اللي المفروض تكونوا ساكتين فيها او هاديين بعد الساعه 10. فيا ريت وانتوا يعني في المدينه القديمه يبقى حلو ان انتوا يعني تحترموا سكان اهل المدينه وما تعلوش صوتكم. فزي ما تقولوا كده تحذير، لان فعلا تشيكيين كتير لاحظت ان هم ما بيحبوش السياح خالص. يعني المفروض ان احنا مثلا عندنا في مصر بنرحب بالسياح وبنبقى مبسوطين لما نشوف حد اجنبي، ولكن هنا العكس، يعني معظمهم اللي هو انتوا جايين تعملوا زحمه وجايين تعملوا دوشه، ما بيفكروش ان الناس دي جايه تفيد بلدهم يعني. وقبل ما نركب الطياره نجيب كام هديه بسيطه كده لاهلنا، عشان برضو يبقى معاهم يعني زي ما تقولوا كده تذكار صغير من المدينه اللي احنا عايشين فيها بقالنا كتير قوي. يعني طولت اكتر من اللازم، ولكن مكملين وصامدين لحد ما نخلص الميشن الطبيه بتاعتنا، وبعدين بقى نشوف الدنيا هتاخدنا على فين. اتوقع اخويا هيعجبوا حاجه من الطواقي اللي فوق دي، لان على طول بشوفه لابس انواع الطواقي دي، ولكن نجيب له واحده مكتوب عليها PRG يعني براغ. يلا بينا. Nobody then? Like plastic bag. Yeah. Work smart, not hard. Yeah, sure. Yeah, his bag if you want. Sure. I have to pay for it? No. No. You are Czech? Yeah. Okay. Cool to meet you, man. Perfect, man. You're the boss. Sometimes some type of vlog or? Yeah, I make vlogs on YouTube. Oh. Yes, but in Arabic, so there you go. All right. Thank you. Take care, man. Nice to meet you. الراجل طيب. المفروض هنا في اوروبا في العادي المفروض ان احنا يعني بندفع على الاكياس البلاستيك دي، لان هم بيحاولوا ان هم يوفروا يعني، او مش يوفروا عشان برضو الانفايرمنت يعني، وما يبقاش فيه اكياس بلاستيك مرميه في كل حته. فبقول له محتاج ادفع، عشان لو محتاج ادفع عادي هحطهم. You need to put your fingers. No problem. Good that you caught me before I went. Yeah, thank you. Perfect. Thank you, man. Yeah, you too. طلع ان انا مش حاطط البين كود، فاضطريت ان انا ارجع اكتب البين كود. المهم كنا بنقول ان هو بقول له يعني هتدفعني على الكيس، عشان لو هيدفعني يبقى اسهل على طول احطه في الشنطه اللي على ظهري دي، بما ان هي فاضيه يعني وفيها مكان. ولكن قال لي مش مشكله، خد الكيس هديه. وبعدين بيسالني على اليوتيوب، فبقول له بالعربي، قال لي مش مشكله اديني اسم اليوتيوب. فصديق وفي جديد من اتشيك اتعرفنا عليه هنا، واحنا بنجيب هدايا سريعه للاسره. نطلع بقى على الجيت عشان انا متاخر رسمي. وكالعاده اخر واحد يركب على الطياره، الجيت فاضي اهو.
Perfect. Thank you. No problem. شكلي فعلا كنت اخر واحد على الطياره. الظاهر ان مش انا الوحيد اللي صاحي تعبان. ومبدئيا طبعا اول انطباع عن مطار اسبانيا ان هو مزدحم جدا، بالذات المطار ده مقارنة بمطارات تانية رحتها في اسبانيا. مزدحم زي ما انتم شايفين، مليان على الاخر، لان دي سمر ديستنيشن تعتبر التوب يعني في اوروبا. واحلى حاجة في موضوع السفر الدوميستيك هنا في اوروبا ان الواحد مش محتاج يقعد يقدم باسبوره، يعني بما ان كل المناطق دي جوه اوروبا فالواحد مش محتاج ان هو يفضل يقدم الباسبور، كل حاجة مفتحة على بعضيها. دي منطقة الديوتي فري، منطقة ضخمة الصراحة، نفسي ان انا اقعد استكشفها معاكم، ولكن تعبان عايز اروح انام، يعني ما عرفتش انام على الطيارة تماما. اتوقع اللي هيجي ياخدني هيبقى حد من اهلي، يعني ممكن ابويا، ممكن يعني حد من قرايبنا، ولكن هننزل نشوف. دلوقتي انا همي كله السرير، وهوصل السرير امتى. بما ان الجو حر ف نقلع بقى السويتشيرت ونبقى بالقميص الجميل الصيفي بتاعنا. على الطياره اهم حاجه بتبقى السويتشيرت، لان ساعات بيشغلوا التكييف بيبقى يعني زي ما تقولوا كده ليفل متوحش. بصوا اللي ورايا دول اتنين لسه مقابلين بعض بالصدفه دلوقتي، بدلوا شنط بعض، يعني شنطتهم الاتنين زي بعض، ودلوقتي بيشرح لها بيقول لها انا خدت شنطتك بالغلط، ولو انت كنت خدت شنطتي ما كنتش هعرف الاقي باسبوري. بصوا اهو، بص الراجل يعني الريليف في وشه، حاسس بيه، لان حصل لي موقف زي ده قبل كده في برشلونه، وحد خد شنطتي واضطريت ان انا اجري وراه عشان الحق الشنطه، بس ساعتها كان سرقه، ولكن ده يعني زي ما تقولوا كده نيته صافيه. وحشتني جدا يا لهوي، اسبوعين ما شفتكش. صوتك تخن في اسبوعين؟ صوتك تخن من ساعه ما شفتك يعني. عمر طبعا مش محتاج انترودكشن من فلوج دبي. فين انتوا راكنين فين؟ اول ستوب لينا هنا في مربيه هي ان احنا هنخش الكورت انجليز. الكورت انجليز زي ما تقولوا كده هو مش مول او يعتبر مول، ولكن هو محل كده ديبارتمنت ستور كبير فيه كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها، من اول اللبس للادوات المطبخيه لكل الحاجات اللي يعني ممكن تفكروا فيها. فستوب اولى حلوه قبل ما نروح نبدا يعني زي ما تقولوا كده اجازتنا. المفروض ان ده الدور بتاع الادوات الرياضيه، فعاملينه زي ما تقولوا كده على شكل تراك كده تتمشى حوالين الدور، بحيث ان انتوا تشوفوا كل حاجه وانتوا ماشيين حوالين التراك كده. وسع الكاميرا بعيد عنك، اعملها عليك انت ايه كده، بس عربي بقى الناس بتضحك عليك. دلوقتي احنا في الكورت انجليز، في ناس حلوين كتير زي سيف هناك بنشوفوا بالشعر المنكوش بتاعه. شوف حبيبك هنا سيو بتعمل بالعربي، بيعمل بالعربي يا جماعه ولا لا؟ انا وصيته وقلت له لازم يتكلم عربي، لان اخر فلوج طلع فيها كان بيتكلم انجليزي، وكتير منكم كاتب لي في الكومنتس ان يعني عايزين عمر يتكلم عربي. هو المشكله ان هو عايش في دبي، بابا مصري مامته مغربيه، فميكس غريب يعني، فعشان كده ممكن لسه العربي بتاعه واخد وقت على ما يفورم يعني. صح؟ فزي ما قلت لكم احنا موجودين دلوقتي في الكورت انجليز. الكورت انجليز ده زي ما تقولوا كده مجمع فيه ماركات كتير يعني. بص طول ما احنا ماشيين
روبرتو كافالي، فيرزاتشي، مارك جيكوبس، كينزو، كارل لاجرفيلد. كل الماركات اللي ممكن تفكروا فيها موجوده تحت روف واحد، يعني تحت سطح واحد. فالصراحه مجمع يعني رهيب. وفي ادوار طبعا برضو الحاجات اللي هي بتاعت البيت، مثلا الاكل والمشاريب والحاجات سوبر ماركت يعني تعتبر. وفي دور تاني يعني لحاجات زي بتاعت ايكيا اللي بتتباع يعني ترابيزات وكراسي وكنب وكده. فميكس زي ما تقولوا كده مجمع ضخم. بصوا احنا كل ده في دور، ويعني لو فضلت ماشي كتير قوي مش هيخلص الدور لسه. كده احنا خلصنا السكشن الكوميرشال. على اليمين هنا نخش على حته السوبر ماركت. ونبدأ يومنا بطبق فول جميل هنا في مربية، فول بشوية زيت زيتون وسلطات، ولسه السفرة هتجهز. المفروض في المكان اللي احنا قاعدين فيه، المفروض ده يعني زي ما تقولوا كده منطقة الناس بتيجي فيها في الصيف تأجر شقة، يعني زي مراسي كده. الناس بتخش تأجر مثلا شقة شقتين واتيفر على حسب عدد الناس، ويقعدوا هنا يقضوا مثلا اسبوع اسبوعين 3، وبعدين كل واحد يرجع على بيته. وعمر دلوقتي طلع يلعب شويه كوره هنا. المفروض ان الجو في العادي بيبقى حلو هنا، لكن ما اعرفش حظي النهارده ان الجو زي ما تقولوا كده ضباب الى حد ما. Hello. Hello. Shoot me. Come on, mate. Score it. Top left corner. هوبا كوبري جميل. يلا نطط لي 5 مرات. 1 2 3 4. اوه اخرك. How are you, mate? Good. You from England? Where are you from? Canada. Nice, man. هوبا يلا جاهز؟ الملعب فاضي دلوقتي، فانا وتوماس بنلعب عمر وليام هنا. ده جون كفته ده عشان انا بصور بس. توماس ما شاء الله على سنه يعني يعتبر جامد. اسباني يعني. ايوه خد، شفت فهم الثرو على طول. اكيد توماس. vamos. Qué golazo, Tomás. Qué bueno. Hombre. توماس ما شاء الله متحمس جدا. بصوا يعني جاب جون وعلى طول رجع على الدفاع. مفيش حد بصوا هيجيب جون وهيرجع على طول جري على الدفاع. Qué bueno, توماس. هو غالبا انا اللي مخسر توماس يعني. صدى. يا لهوي على الكفته. هات ايه. ناخد لنا ناب سريع ونصحى بقى نكمل مغامرتنا. وبعد ناب سريع نطلع على البحر. بصوا هنا الريزورت. اول ما بتطلعوا من الريزورت بتدوسوا زرار كده يفتح لكم باب يطلعكم على البحر. الجو دلوقتي احلى من الصبح شويه، لان الصبح كان كله سحاب. دلوقتي يعتبر الجو الى حد ما ظبط، ولكن برضو مفيش يعني زي ما تقولوا كده بحر ورمله تهزم بحر ورمله مصر بسهوله يعني. المايه لحد ما ساقعه مليانه زلط. ولكن حلو التغيير برضو يعني. ما ينفعش ان انا اشتكي وانا جاي يعني من البرد التشيكي. ولكن هنا ممكن المايه مش لبني قوي زي الساحل الشمالي. نعمه برضو الساحل في مصر، ولكن للاسف عندنا في مشكله ان البحر مش بابليك او مش عام لكل حد. يعني البحر اللي احنا فيه دلوقتي، اي نعم احنا قدام ريزورت مقسمين حته صغيره كده يا دوبك بس للناس اللي قاعده في الريزورت، بحيث ان انتوا تبقوا حاسين بسنه برايفسي، ولكن بعد كده حاطين سلك، وبقيه الناس دي كلها والبايعين واقفين عادي في البحر. يعني يعتبر بحر عام لكل حد. الله فنان. ننزل ناخد غطس قدام. 1 2. يلا انت تحت الميه. نفس فكرة الساحل بالظبط، يعني جيت سكيز ودونات رايدز وبنانا ومش عارفه ايه. وهناك برضو ناس مأجرة زي ما تقولوا كده سيرف بورد. طلع هو واخته هيخشوا في الغويط شوية وبعدين يرجعوا تاني، يلفوا ويرجعوا.
بقول لكم في صخر كتير في الميه، طلعت من الميه لقيت نفسي منزل دم. بص ده تقريبا اكبر ماتش ووتر بولو شفته في حياتي. جايبين فرقتين، في فرقه لابسه ازرق على ايديها زي ما انتوا واخدين بالكم كده، وفرقه تانية مش لابسه، وكله بيلعب بعضه. انا وعمر نزلنا اشتركنا في جيم الووتر بولو السريع اللي هو كان 20 واحد ضد 20 واحد. هم بيعملوها مره كل 3 ايام تقريبا كده، معرفش ليه مع ان الموضوع سهل يعني. نزلنا في اخر كام دقيقه خدت لي شوط، او الشوطه الوحيده اللي شوطها جت في الجون، فاداء حلو. اشكرك يا كابتن تامر على تمارين الووتر بولو الجميله اللي انت كنت بتديها لي، نفعت النهارده. هشيله يلا. جت في العرض. يلا اديها واحده في الجون. بالراحه. الله عليك فنان ما شاء الله في الكوره والووتر بولو. ومن الحاجات الحلوه هنا ان انتوا وانتوا بتتمشوا عادي ممكن تلاقوا كده ملعب فولي، سايبين لكم يعني برضو مضارب ممكن تلعبوا بادمنتون، وكمان غير كده ملاعب الباسكت اللي هناك اللي هم على طول سايبين فيها كرة قدم وكرة باسكت، يعني مفيش حد يقعد زهقان، يبقى كله على طول بيعمل حاجه اكتف. واحلى حاجه ان في يعني زي ما تقولوا كده ترابيزات بينج بونج تقدروا تقعدوا تسلوا نفسكم بيها، واول ما تعرقوا وتزهقوا تروحوا جايين هنا الفاميلي بول، ما عجبكمش ده تروحوا البول الرئيسي اللي بره. في يعني اكتيفيتيز اندلس، يعني بصوا ملعب الكوره مليان، البينج بونج ورايا مليان، اكشن في كل حته. النهارده عمر مشرفنا النهارده بتيشيرت رونالدو، رايحين نتعشى، قرر ان هو يلبس تيشيرت رونالدو. خديجه طبعا مش عايزه تطلع في فلوج كالعاده. عندك بتاعت ميسي ولا لسه؟ هيت ميسي لا. ماشي. على الفلوج طبعا انا نيوترال يا جماعه، ما تاخدوش يعني اراء، ولكن فهمتوا انتوا كده انا بحب مين اكتر يعني. بعد يوم طويل من العوم والسباحه في البسين والبحر والكلام ده كله، نيجي ننهي يومنا زي ما تقولوا كده عشوه جميله في مكان اجمل بمنظر البحر قدامنا. يوم جميل، كان يوم زي ما تقولوا كده عائلي في البحر والبسين والكلام ده كله. ناكل بقى ونشوف يومنا هيكمل ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى يا جماعه، انا قررت ان انا اعمل يوتيوبر. فانا اول حاجه هعملها اني اسجل لعمر خديجه وسيف واقول لهم وحشتوني منورين. بصوا المكان دلوقتي ازدحم على الاخر، اتملى مقارنه يعني بالمنظر بتاعه الصبح لما كان لسه فاضي شويه، واحنا خلاص بعد حوالي ساعتين 3 قعدناهم كفايه، نطلع نغير جو. وبعد ما اتعشينا وكلنا دلوقتي الساعه 12 بالليل، فجينا الى قلب مدينه ماربيا، زي ما تقولوا مكان اسمه بويرتو بانوس، وده زي ما تقولوا كده السنتر اوف السنتر، يعني المكان بقى اللي هو بتاع الحفلات والناس اللي بتخرج فيه والمطاعم، اللي هو قلب الحدث زي ما تقولوا. اللي واخد بالي منه ان كتير قوي من الناس اللي موجوده هنا يا لاتينوز من كوبا وكولومبيا والبلاد دي، يا عرب. والصراحه عشان ما اكدبش عليكم العرب اكتر من اللاتينوز، يعني المغاربه والخلايجه والناس دي كلها في منهم يعني تواجد انا ما كنتش متخيله هنا. فحاجه تفرح برضو ان العرب بداوا يعني زي ما تقولوا كده يسافروا ويستكشفوا اكتر شويه. كل المباني اللي هنا بقى تعتبر زي ما تقولوا كده غرف فندقيه، يعني معموله بسيستم الغرف الفندقيه اللي هو شبه الاير بي ام بي شويه. دي الحتت بقى اللي هي زي ما تقولوا كده الشبابيه، مكان خروج الشباب بالليل. اهو لسه كنت بحكي لكم تواجد العرب يعني كتير جدا، بالذات الخلايجه لحد دلوقتي هم نمبر 1 اهم قدامنا مثلا كده. احنا دخلنا منطقه المارينا او المينا بتاع ماربيا، كله بقى يخوط من اول الشارع لحد اخره هنا، وانتم مكملين كده برضو. وعلى اليمين وعلى الشمال بقى يا اما محلات زي تودز اللي هنا ده، يا اما بقى كل الناحيه دي مثلا بارز وكلابز والحاجات دي كلها. وبجانب اليخوت عايزكم تاخدوا بالكم من العربيات، يعني هنا مش اي عربيه تقدر تقف، يعني رينج روفر، بورش، مرسيدس، وانتم مكملين بقى نفس على نفس النمط. يعني بصوا كل مركبه عليها العلم بتاع البلد اللي هي جايه منه. فدي مثلا من احد الجزر البريطانيه، هنا في علم الامارات، الظاهر ان اليخت دي جايه من الامارات. وبعدها بقى في من موناكو ومن بلاد مختلفه كتير، يعني فحلو الواحد حتى يا دوبك يتمشى كده ويقعد يتفرج على اليخوت الموجوده وكل واحده جايه من فين والنوع بتاعها واسمها والكلام ده كله. بص دي بص اليخت دي
السمك كده. واو بصوا ضخامة اليخت دي يا جماعة ولون المية والسمك في المية. If you want more new amazing vlogs from Safe, hit the like button and subscribe so he can buy something like this. بس يعني حجم كده يعني. زي كده. قبطان مصري ولا ايه؟ ايوه شكلك من اسوان. طبعا. انا من كومومبو بقى. اوه حبيب قلبي، ايه اخبارك؟ شفتك والله بشعرك عرفتك على طول. طب ما انا عارف ايه حبيبي ايه الاخبار؟ إيه أخبارك؟ كله زي الفل. انت قاعد بتعمل ايه هنا؟ مفيش سياحة اخويا هو. اخوك؟ اخويا الصغير بس يعني. أوه. بس هو يعني نصه مغربي كده. والله؟ ف- عشان كده يعني. انت انا تؤمر شفتك على المركب قلت اكيد مصري. انت من القاهرة بس لينا اصول من كومومبو ده يعني. من القاهرة كمان ده؟ مصري برضه؟ لا انا من اسيوط من الصعيد. أسيوط. سمعتك بس حسيتك تونسي ولا حاجة. تونسي يا عم. السعوديه عايش على طول. لا مصري. انتوا المركب جاية من فين اصلا؟ ده جنوب افريقيا ولا ايه؟ لا بيكان ده. بيكان؟ اه ماشي. في نيس. ايوه ايوه بس في نيس في ايطاليا. انا شغال في السعودية عربي اها 40 سنة معاهم. فعلا؟ هم دول سعوديين يعني. 40 سنة ده سعودي. اوكي. فاجابوندو ده سعودي. فاجابوندي. اي خدمات في اي وقت انت تؤمر يا حبيبي، الله باشا. يخليك. وحياة المصعد. فرصة الله سعيدة. القلب للقلب. حبيبي فرصة سعيدة جدا. والله بكلمك جد. محمد اسمك؟ انا محمد. حبيبي محمد انا سيف. يلا فرصة سعيدة مع السلامة. لسه جاي معدي جنب اليخت، معرفش حسيت واحد كده راكب على اليخت، حسيته اسواني يعني، عارفين الاسطمبه بتاعت الشخص الاسواني المرح، ففضلت مستنيه قلت له انت مصري؟ زي ما انت شفت طلع مصري يعني اصيل. بصوا دي مثلا عربيه رولز رويس فانتوم جايه من الامارات على طول دايركت من دبي على هنا. ادي رقم عربيه تاني عربي برضو، معرفش ليه ولكن المنطقه اللي احنا دخلنا فيها دلوقتي مره واحده تقريبا 90% من الناس اللي حواليا خلايجه، فما كنتش اعرف فعلا ان هي ديستنيشن كومن جدا يعني للناس اللي هي من الامارات والبحرين والناس دي كلها. بصوا مثلا لو خدتوا بالكم المطعم اللي ورايا ده كله خلايجه بمعنى الكلمه. هذه عربيه تانية من الكويت، ما شاء الله اخواننا العرب يعني مشرفيننا هنا. السلام عليكم. دي من المغرب؟ لا ما شاء الله العرب هنا يعني ودي من المغرب مشرفيننا جامد. الناس هي واقفه بتتصور مع العربيات، الاجانب القليلين من الاسبان الموجودين او الهولنديين والجنسيات دي بيقعدوا يتصوروا مع العربيات اللي هي مكتوب عليها دبي بقى ورقمين والكلام الفانسي، اكنهم راحوا دبي يعني اتصوروا ورجعوا تاني. بتقولي ايه؟ وبصوا دي عربيه لامبورجيني من قطر، الرقم قدامها اهو قطري. وده يلا روحي انت صوري. في حد هناك بيبيع bracelets and مش عارفة ايه. هاتي لا لو مش هتقولي حاجة مفيدة اوكي اعملوا سبسكرايب ولايك للشانل بتاع السيف و blow him up blow him up سيف جانج. واحلى حاجه دلوقتي ان الضباب اللي كان موجود راح، والبحر زي ما انتم شايفين واضح وضوح الشمس، حاجه روعه. احلى حاجه في السفريات بتبقى الصدف. النهارده الصدفه جميله لان انا كنت مفرجكم على الفلوج من كام اسبوع تقريبا على صديق ليا اتعرفت عليه جديد اسمه سعد، هو مغربي كان معانا في تشيك، كان بيعمل زي ما تقولوا كده اكسشينج بروجرام، ولكن هو في العادي عايش في المغرب، فخلص الاكسشينج بروجرام بتاعته وجاء قعد هنا في اسبانيا وبعد شويه راجع على المغرب تاني. ولكن الصدفه جت ان انا في مربيه وهو في مربيه في نفس الوقت، فقلنا لازم ان احنا نتقابل، فنروح دلوقتي نجيب سعد. والحلو في الموضوع ان انا زي ما تقولوا كده نص عيلتي الموجودين هنا من المغرب، فزي ما تقولوا كده يبقى في تشابه في الثقافات لما نقابل سعد دلوقتي. جاري دلوقتي البحث عن سعد ان احنا مش عارفين هو فين بالظبط، خلينا نكلمه. طيب يلا خش. طب انت ايه مكسوف ولا ايه؟ Vale, buenos días hermano, ¿qué tal? Alejandro, hot Frenchman in Czech Republic. وحشني يا عم سعد. هسيبك في تشيك وبعدها انت ماشي يا عم بقالك اقل من 10 ايام. بكده نكون هنا اول فلوج لينا هنا في اسبانيا، فالصراحه متدمر، فهرجع البيت دلوقتي زي ما تقولوا كده انام قتيل
وبكره او الايام القادمه يبقى فيه فلوج جديده ومغامره جديده. Until then take care and safe travels.